معاكم دكتور محمد محروس. دي الحلقة التانية من سلسلة ازاي مصر تساعد مصر. مصر بلد كبيرة جدا، عندها حاجات عاوزة اللي يوضحها عشان نزود الدخل ونقلل الأسعار. هنتكلم النهاردة عن كنز في مصر بالمختصر، وانا مقدم ده في مجلس الوزراء ببحث تحت الدراسة من حوالي 3 أشهر، والأبحاث دي نتيجة وقت ومجهود مضني فعلا عشان أقدر أجمع المعلومات واعملها بحث محترم والخصها في 5 دقايق. مصر فيها ساحل البحر الابيض المتوسط حوالي 1050 كيلومتر، يعني 2,500,000 فدان تصلح ان تكون مزارع سمكيه. وساحل البحر الاحمر بيبلغ حوالي 1200 كيلومتر، يعني حوالي 3,500,000 فدان تصلح. ونهر النيل في مصر يبلغ 1550 كيلو متر، يعني 290,000 فدان. وعندنا مجموعة من البحيرات اللي بتختلف مساحتها وأهميتها، زي بحيرة ناصر في جنوب مصر، وهي 5250 كيلو متر مربع، يعني 6,500,000 فدان تنفع مزارع سمكية، وهي أكبر البحيرات الصناعية في العالم. بحيرة المنزلة في محافظة الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ودي 1900 كيلو متر، يعني 860,000 فدان. عندنا بحيرة البرولوس شمال الدلتا في محافظة كفر الشيخ، ودي 460 كيلو، يعني 215,000 فدان. بحيرة قارون في محافظة الفيوم 214 كيلو، ومن أقدم البحيرات في مصر، يعني 11,000 فدان. بحيرة إدكو بالقرب من مدينة إدكو في محافظة البحيرة 125 كيلومتر، يعني 380,000 فدان. بحيرة مريوط غرب اسكندرية 50 كيلو، وهي حوالي 60,000 فدان. البحيرات المرة شمال شرق مصر عند قناة السويس، في الكبرى 250 كيلومتر والصغرى 35 كيلومتر، يعني دول حوالي 255 فدان. بحيرة البردويل في شمال سيناء 165 كيلو، وهي حوالي 18,000 فدان. كل ده عندنا، وأسعار السمك في مصر غالية جدا وغير منطقية، في حين احنا عندنا وعندنا في نفس الوقت بطالة مريعة ومخيفة. طيب، ممكن قوي الدولة تساعد انها تطرح المشروعات دي وتشارك كل واحد عاوز يعمل مزرعة، هو بالزريعة والأعلاف والأعمال، وهي بالأرض والمية، بنسبة 60% للمزارع و40% للدولة، ضمنها التأمينات والضرائب. يعني المواطن هياخد الأرض ويجيب لها كل حاجة ويزرع، والدولة تاخد 40% صافي، توزع منها بقى شوية للضرائب، شوية للتأمينات، شوية للرسوم. دي مش بتاعتنا احنا خالص. عليها انها توفر المكان بس، او بايجار ورسوم وضرائب ايا كان، بشرط ان جميع العاملين يكونوا حاصلين على كورس محلي تقوم به الهيئه العامه للمزارع السمكيه، صاحبه المشروع الاوحد والمهيمنه عليه، وهي تابعه لوزاره الزراعه، وتتاكد من النجاح فيه، ان كل الناس اللي فيه نجحوا في الكورس تماما. لو عاوز يدفع ايجار او نسبه من الانتاج، يعني سمك، مفيش مشكله، الوزاره تاخده وتبيعه، المهم انها تشجع على العمل والانتاج. مش قادر اقول لك كام مليون حد هيشتغل في المشروع ده، وكام مليون ثلاجه للحفظ، وكام مليون عربيه للنقل، وكام حد هيساعد ملايين الناس في المشروع ده. ده بيكون مكسب للدولة لمحاربة البطالة ومحاربة الغلاء، وبيحسس ان المواطن ان الخير ده جه من هنا، فيرتبط وطنيته بالأرض مصدر رزقه، مش بالشعارات. كمان عندنا طريقة تانية للتنمية في الثروة السمكية لأهالي المدن اللي ما عندهمش مكان في المناطق اللي قلناها، حاجة اسمها الأكوابونيك، وهو نظام بيجمع بين تربية الأسماك وزراعة النباتات في بيئة متكاملة. النظام بيستخدم فضلات الأسماك كسماد للنبات، وفي نفس الوقت النبات بينقي المية للأسماك، وهو حل مبتكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتقليل استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل استخدام الأسمدة اللي بفلوس كتير. كمان ممكن نقدر
نزرع معظم انواع السمك والجمبري والكابوريا وكل حاجه في نفس المكان. وممكن نزرع كمان كل النباتات الورقيه وبعض الاشجار، الامر اللي بيدخل فلوس كويسه جدا مع استغلال المساحات الضيقه خلف المنازل او في المناور، وكمان الاسطح، لانها مش بنعوز اكتر من 4 متر ل 8 متر مربع عشان تعمل مزرعه متوسطه. وفي امثله ناجحه زي مشروع جرينلاند في القاهره، ومشروع اكوابونيك ايجيبت في اسكندريه، وهو مشروعات بدات صغيره جدا على سطح بيت، بيستخدم الانتاج عشان يعمل خضار واسماك ويحقق الاكتفاء الذاتي ويوفر دخل اضافي من بيع الفائض. ولو عندنا مشكله في ارتفاع التكاليف، ممكن البنوك تساعد عشان تبدا المشروع بقرض بسيط 20,000 جنيه بحد اقصى. طبعا في فوائد اجتماعيه اللي تخصنا احنا، اللي هو بقى يا سيدي ايه؟ تحسين الامن الغذائي، خلق فرص عمل، وزياده الوعي البيئي والزراعي بين السكان، والاهم من ده كله عمل وحده اقتصاديه للاسره بتزود من ترابطها واللي احنا افتقدناه، وتقلل اتباع الانترنت او الاتجاه للمخدرات والارهاب، وكمان تقليل حاله النقم على البلد وكتر الشكوى. بالاضافه ان هتواجهنا مشاكل تانية زي الاعلاف. طب ازاي نعمل ده باقل تكلفه او تكون ببلاش تقريبا؟ هنستخدم المخلفات الزراعيه زي قش الرز، حطب القطن، عرش البنجر، عرش البقوليات او قش الفواكه والخضروات، نفايات تصنيع اللحوم والدواجن، وكمان مخلفات المخابز والمعجنات. وكمان ممكن ورد النيل والبوص اللي فيهم نسبه عاليه من البروتين والالياف والفيتامينات، وموجود منهم كتير في الميه الراكده والانهار والمستنقعات، واللي بتمثل عائق للثروه المائيه وتبخر اكتر من مليار متر مكعب بلا جدوى. وكمان مخلفات الحبوب ومخلفات الفواكه والخضروات وقشر البطاطس والجزر وبقايا الفواكه زي الموز والتفاح، ومخلفات تصنيع اللحوم والاسماك، ومخلفات صناعه الالبان، حتى الديدان في الارض واوراق الشجر ونواتج القص والتقليم تنفع، قشر البيض ينفع. كل ده بالتجفيف والطحن يتحول لمسحوق، يضاف عليه شويه اضافات، هيبقى اعلاف الاسماك، وهيساهم في تحسين البيئه المائيه وتقليل تكليف المزارع السمكيه. وده مشروع ممكن تشوف انه مكسب لمصر من غير تكاليف تقريبا. مش بس، كمان هيشغل ناس صناعات صغيره زي صناعات الاعلاف دي. كمان مطلوب بس من الدوله الدراسه والطرح، ومش هيكلف الدوله فلوس لكن هيجيب فلوس، وهيحل مشاكل الغذاء والبطاله، ويدر ربح على الجهه المالكه اللي هي وزاره الزراعه. انا بحاول اوصل صوتي من خلال الناس اللي بتسمع ده، يمكن ارفع حجر من طريق التنميه. وبامر ربنا هحاول اقدم حلقات تانية مع مجموعه ابحاث كتير متقدمه للنهوض بمصر بايد المصريين. الدوله بتعمل كتير جدا على فكره، لكن مش منطقي انها تعمل كل حاجه. عليها زي باقي العالم كله تفتح الطرق، وعلينا نبني مستقبل ولادنا. ربنا يوفق كل المصريين لخير مصر ونساعد بعض.